سؤال عن إحداث عمالة بمدينة القصر الكبير للنائبين المحترمين محمد العيادي وسعيد خيرون من فريق العدالة والتنمية. السيدات والسادة النواب المحترمون، السيد الوزير المحترم، أقدمت وزارة الداخلية على إحداث مجموعة من العمالات والأقاليم بمجموعة من جهات المملكة، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتقسيم إداري جديد يستجيب للمعطيات الاقتصادية والديموغرافية الجديدة. إلا أن مدينة القصر الكبير ونواحيها استثنيت من هذه العملية على الرغم من توفرها على كافة الشروط لخلق إقليم بالمدينة يضم بالإضافة إلى القصر الكبير الجماعات القروية المحيطة. لذا نسألكم السيد الوزير، لماذا استثنيت مدينة القصر الكبير ونواحيها من إحداث إقليم بها؟ ومتى سيتم إحداث إقليم جديد بهذه المنطقة؟ والسلام. كلمة السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمون، إن إحداث عدد من العملات والأقاليم الجديدة يندرج في إطار مراجعة التقسيم الإداري للمملكة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة تخليد الذكرى 33 للمسيرة الخضراء. في هذا الإطار عملت هذه الوزارة على وضع جملة من التصورات والاقتراحات وفق مقاربة شمولية وتشاركية على أساس مجموعة من المعايير جغرافية وسوسيولوجية، قصد إحداث وحدات ترابية متوازنة ذات مؤهلات اقتصادية ونسيج ديموغرافي متجانس بالشكل الذي يضمن لها تنمية محلية مستدامة، وتأسيسا على المعايير المشار إليها وبعد دراسة كافة المعطيات المرتبطة بمركز القصر الكبير، فقد تقرر الإبقاء على وضعيته راهنة خاضعا للنفوذ الترابي لإقليم العريش على غرار مجموعة من المراكز الحضرية الأخرى، وذلك ضمن رؤية واضحة هدفها الحفاظ على الإشعاع المحلي لإقليم العريش من خلال ضمان وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والاقتصادي والسعي إلى تقوية مكوناته السوسيو-ثقافية، وهي معطيات يساهم في تعزيزها قرب المسافة الفاصلة بين مدينة العريش وقصر الكبير والتي لا تتعدى 28 كيلومتر، إضافة إلى المساحة العامة للإقليم الحالي والتي لا تتجاوز 2800 كيلومتر مربع. من جهة أخرى فإن إحداث إقليم قصر الكبير منبثق عن إقليم العريش سيقلص من فرص وآفاق تنمية على مستوى جميع مكونات النفوذ الترابي للإقليم الحالي، وسيحد من الدور الذي يطلع به هذا الأخير جهويا أو وطنيا، والذي يستمد مقوماته من التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين قطب العرائش والقصر الكبير، فضلا عن استجابة الإقليم العرائش في وضعه الراهن لكل المعايير والشروط والمقومات الموضوعية المتطلبة لتحقيق الحكمة الترابية الجيدة. شكرا. تعقيب، تفضل سي خيرون. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هذا المطلب ديال الإقليم بمدينة القصر الكبير هو ليس يعني جديدا، بل هو يعني منذ الثمانينيات ملي كانت المدينه ديال القصر الكبير تبع الاقليم ديال تطوان. السيد الوزير، كذلك هذا المطلب هو المطلب ديال الساكنه وديال الاعيان ديال البلاد وديال جميع الاطر ديال المدينه ديال القصر الكبير اللي تفاجئوا باستثناء المدينه ديال القصر الكبير من الاحداث ديال الاقليم بهذه المنطقه. كذلك سيد الوزير، ملي تحل النقاش حول إحداث الأقاليم الجديدة، أكيد أن المدينة ديال القصر الكبير كانت محل نقاش وحوار من أجل إحداث الإقليم للمدينة ديال القصر الكبير. وطبعا ملي كنقولوا على المدينة ديال القصر الكبير والنواحي المحيطة، لأنه في إطار التكامل الاقتصادي، لأن في الآن إذا كانت بالنسبة للتكامل الاقتصادي في إطار القطبية الثنائية اللي دارت على مستوى طنجة تطوان، كان كذلك هناك الحديث عن ثنائية القطبية ما بين العرائش والقصر الكبير، على اعتبار أن المنطقة ديال الإقليم ديال العرائش كاملة يعني هي منطقة فلاحية وذات الطبيعة ديال الصناعات الغذائية. كان كذلك هذا الإقليم ديال القصر الكبير بانفتاحه على المنطقة ديال مولاي بوستان على المنطقة ديال الغرب في إطار التكامل الاقتصادي، على اعتبار أن المنطقة ديال القصر الكبير لحد الساعة سيد الوزير ما كتوفرش على واحد المنطقة صناعية اللي يمكن لها تستجيب
اللي يمكن لا تستجيب للمتطلبات ديال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بالمدينه. كذلك سيد الوزير فيما يتعلق بالمعايير، كنعرفوا ان ما تم احداث واحد المجموعه ديال الاقاليم بناء على المعيار ديال السكان ديال القصر الكبير بوحده. الان بعد التوسيع ديال المجال الحضاري العدد ديال السكان 130 الف نسمه. طبعا المساحه اللي هي فيها الان هي 13 كيلومتر، كتعرف اعلى نسبه ديال الكثافه السكانيه على المستوى الوطني، يعني 8000 في الكيلومتر المربع الواحد. الان بعد التوسيع بضم واحد المجموعه ديال المناطق اللي هي عندها طبيعه قرويه، يعني اصبحت المدينه الان والنواحي ديالها كتطلب، خصوصا في اطار التجانس الديموغرافي اللي تكلمتوا عليه سيد الوزير. اضافه على ان المساحه الان انا كنظن بان المدينه القصر الكبير والنواحي ديالها يعني كتوفر على مساحه اكبر من مجموعه من الاقاليم اللي تم احداث بهم هاد العمليات الجديده. كذلك سيد الوزير كنعرفوا انه المدينه ديال القصر الكبير كانت مطالبه بواحد الدور اقتصادي في اطار ما يسمى بتنميه حوض اللوكوس على المستوى ديال الجهه ديال طنجه تطوان، ولكن شكرا سيد النائب. للاسف ان المدينه يعني استوعبت فقط السلبيات ديال هذا المشروع، وبالتالي كنزيدوا المطالبه بهذا الاقليم. وشكرا.